السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال تاني جالي من طالب عندي في سن الشباب المراهقين، معلش اعذروني، احنا في المدرسة اليوم فقابلت بيهم يعني فسألوني الأسئلة دي. كان السؤال التاني بيقول لي يا معلم دلوقتي أنا حاسس إني تايه، وإني حاسس إني ماليش هدف، يعني هو أنا ليه موجود؟ قلت له أنت تفتكر أنت ليه موجود؟ قال لي السؤال ده حاسس انه سهل بس هو في الحقيقه صعب جدا. قلت له هو فعلا السؤال ده صعب جدا يا اخوانا، يا ريت توقف الفيديو بس 10 ثواني كده واسال نفسك وانا موجود ليه؟ والله هتلاقي نفسك ما تعرف ترد. هترد الرد التقليدي اللي الناس كلها تقول لك ايه، عشان العباده. صحيح ربنا خلقنا يا اخوانا، من ضمن اسباب خلق الخلق العباده. فانت مش موجود هنا صدفه، لا انت موجود لحكمه، وحكمه الهيه علمها من علمها وجهلها من جهلها. صحيح وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس خد بالك، عايز اذكرك بحاجه، العباده مش مجرد شكل بس. كده يا اخوانا عباره عن شكل وافعال واقوال ووسم وشكل، حاجات كتير في بعض. عشان كده علماء النفس كانوا دايما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الانسان دايما محتاج 3 حاجات في الحياه عشان يحس بالمعنى الحقيقي ان هو موجود ليه. رقم 1 الانتماء، رقم 2 الهدف، رقم 3 الاسهام. انتماء يا اخوانا يعني الارتباط. انت مرتبط بايه؟ ايه الحاجه اللي انت مرتبط بيها؟ هل انت مرتبط باصحابك؟ ايه الحاجه اللي انت بتحبها؟ الحاجه اللي انت بتحبها هو هيكون انتمائك ليها، سواء لعب كوره او سواء بقى غنى او سواء مش عارف رسم او انا ما بتكلمش في الحل والحرمه، انا بقول لك ده الانتماء. لو انت عرفت انت بتنتمي لايه او بتحب ايه هتبقى حياتك ليها هدف. رقم 2 الهدف اللي هو بيجرنا بعد الانتماء. انت قبل ما تنام انت نايم عارف انت بكره هتعمل ايه؟ لو انت مش عارف دي كارثه، وده سبب من ضمن الاسباب اللي بتخليك شاكك في حياتك وطهقان منها. انا عايش بدون هدف، ماليش لازمه في الحياه. يبقى رقم 2 الهدف، حط لنفسك هدف انت عايز تعمل ايه. رقم 3 الاسهام. الاسهام اللي هو ايه؟ ان انت عايز تعمل حاجه في حياتك قبل ما تموت، تساهم مع الناس او تساهم مع نفسك او في اي مشروع خيري او غير خيري. المهم انك تشارك في مشروع ما يكونش حرام او شر، المهم انك تشارك في حاجه، تساهم في حاجه هتحس انك ليك نفع. وتذكر ان خير الناس انفعهم للناس. هتيجي تقول لي طب لحظه واحده، انا مش عارف انا عايز ايه. وده السؤال التاني، هتقولي انا مش عارف انا عايز ايه. ده السؤال بقى اللي ان شاء الله هنرد عليه في الفيديو القادم. سؤال، هو انا لو مش عارف انا عايز ايه المفترض اعمل ايه عشان ابقى عارف انا عايز ايه؟ فهمت كده؟ بس كده خلصت. شكرا.